السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أول حلقة من أبو العريف. في سنة 2000، في ليلة ما يعلم بها إلا ربنا، في ستوك اون ترينت في إنجلترا، كان في بنت قاعدة قدام الكمبيوتر وعينيها كانت كلها حماس. دي مش بتلعب، لا دي كانت بتبني أكبر شركة مراهنات في العالم، بيت 365. البنت دي بقى كان اسمها إيه؟ دينيس كوتس. الست دي ما بدأتش كده من فراغ، ده كان أبوها بيمتلك محلات مراهنات تقليدية زي اللي الناس كانت بتدخلها علشان تراهن بعملتهم الورقية. بس دينيس كان عندها رؤية تانية لبعيد. كانت بتسأل سؤال، السؤال ده شيطاني: ليه الناس تستنى تروح محل؟ ليه مثلا ما تبقاش من الموبايل أو الكمبيوتر؟ خدت كارد من رويال بانك اوف سكوتلاند بحوالي 15 مليون جنيه استرليني، وتم تأمين الكارد بالمحلات اللي كانت بتمتلكها عيلتها في الوقت دوت، واللي كانت معروفة باسم بروفينشال ريسينج. راهنت بالمستقبل علشان خاطر تعمل موقع إلكتروني، وبالفعل أطلقت بيت 365 وبدأت تعرض المراهنات أونلاين في وقت أصلا ما كانش حد مصدق إن ده هينجح. بس هي بقى كانت سابقة عصرها، وكانت أول شركة مش بس بتراهن على الكورة، لا ده كمان على التكنولوجيا. ومن هنا بقى بدأت الحكاية. سنة ورا سنة الموقع ابتدى يكبر، بقى فيه بث مباشر للماتشات، تطبيقات على الموبايل، خدمة عملاء 24 ساعة، تحليلات وإحصائيات وتحديثات لحظية، وكل ده بيخلي المستخدم يحس إن هو جوه الملعب. وفي أقل من 10 سنين الشركة بقت تكسب مليارات وبتخدم ملايين المستخدمين في كل قارة. نوصل بقى لسنة 2012، دينيس كوتس تخش قائمة أسرى الشخصيات في بريطانيا، وكانت بتاخد مرتب سنوي وصل ل 422 مليون جنيه استرليني. كله ده منين؟ من دم المدمنين. أعلى مرتب شخصي لأي مديرة تنفيذية في بريطانيا كلها. دي واحدة ست يا ريس، لا صاحبة بوتيك ولا صاحبة صيدلية، دي صاحبة أكبر كازينو إلكتروني موجود في العالم. تعال نسيب الست دينيس بقى شوية ونبص على الضحايا، لأن كل ما الست دي تكسب في الآلاف حوالين العالم بيخسروا كل حاجة. علم النفس بيقولك إن الرهان مش مجرد لعبة، ده إدمان. الدماغ بيفرز الدوبامين، نفس المادة اللي بتطلع مع المخدرات. كل مرة بتكسب بتحس بنشوة الانتصار، كل مرة بتخسر تقول مش مهم، المرة الجاية أعوض، فتدخل في دايرة التعزيز السلبي والإيجابي. ودي أخطر آلية نفسية في الإدمان. اجتماعيا بقى في بريطانيا لوحدها في أكتر من 430 ألف شخص مصنفين بإدمان القمار، ومعدل الانتحار وسطهم أعلى ب15 مرة من الطبيعي. في أسر اتفككت، وناس بقت بيوتها، وشباب دخلوا السجن علشان ديون المراهنات. طب ليه الشركات دي لسه شغالة؟ لأنها بتمتلك مليارات وبترعى فرق الكورة وبتشتري إعلانات يعني الرهان مش بين لاعب ولاعب، الرهان ما بين الإنسان ونفسه. في دراسة اتعملت بعنوان Neural Substrates of Cognitive Flexibility in Cocaine Gambling Addiction، الأسس العصبية للمرونة المعرفية في إدمان الكوكايين والمراهنات. الدراسة دي أظهرت إن مدمنين المراهنات والكوكايين بيبقى عندهم في ضعف المرونة المعرفية أو العقلية، وده بيخليهم يكرروا نفس السلوكيات الضارة. المراهنات مش مجرد لعبة، دي حاجة بتدمر حياة ناس. في دراسات من National Council on Problem Gambling، المجلس الوطني لمشاكل المؤامرة، بتقول إن 1 من كل 5 مدمنين مراهنات بيحاولوا الانتحار. دي أزمة بتهد عائلات كاملة. في بلاد كتير زي الصين والمملكة العربية السعودية وتركيا المراهنات دي ممنوعة هناك قانونيا، وده مش عشان خاطر الحكومة مش عايزاك تستمتع، لا ده علشان خاطر الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللي بتيجي من وراها تكاد تكون كارثية. حتى مثلا في الدول اللي هي بتسمح بالمراهنات زي مثلا جريت بريتن، القانون هناك بيحاول يحد من إعلان القمار أو المراهنات علشان خاطر الأرقام هناك بقت مرعبة.
تقرير من UK جامبلينج كوميشن بيقول ان 2 مليون بريطاني عندهم مشاكل مع المراهنات. خير كفلنا الشر، لان المجتمع بيدفع ثمن المراهنات دي في صورة جرائم وديون وتفكك أسري. في دراسة اتعملت من كلية إمبريال لندن، لقوا ان الاشخاص اللي بيعانوا من ادمان المراهنات بيبقى عندهم نشاط زائد في مناطق معينة من المخ، زي مثلا الانسولة والنواة المتكئة، وهي نفس المناطق اللي بتنشط عند مدمني المخدرات والكحول. خلينا نشرح ايه هي النواة المتكئة والانسولة. النواة المتكئة عاملة زي زرار المكافأة اللي بيتكبس عليه في كل مرة بتعمل حاجة انت بتحبها، ومع الوقت الزرار ده ممكن يعطل والمخ يبدأ يطلب جرعة أعلى علشان يحس بنفس المتعة اللي هو كان بيعملها. وده بالظبط اللي بيحصل مع مدمني المراهنات أو القمار. المخ بيشتغل كأنه بيكافئهم حتى وهم بيخسروا. نيجي بقى للإنسولة. كده احنا دخلنا على واحد من اخطر لاعيبة الدماغ. الانسولة او بالعربي هي القشرة المعزولة. دي منطقة عميقة قوي جوه نص دماغك بالظبط، في الجنب كده، مش بتبان قوي في الاشعة العادية علشان مستخبية ورا حاجات تانية، لكن دورها كبير بل ضخم. طب بتعمل ايه الانسولة دي؟ دي تعتبر مركز الاحساس الداخل، يعني بتسجل لك كل حاجة جواك مش براك. قلبك بيرف، الانسولة حاسة. معدتك بتقلب، الانسولة برضو حاسة. متوتر، خايف، قلقان، مكسوف، برضو الانسولة حاسة وبتسجل. هي اللي بتخلي جسمك يترجم المشاعر الفيزيائية لمشاعر نفسية. الانسولة تخليك تحس انك قريب قوي من الفوز، يعني حتى لو خسرت بالعافية. العلماء بيسموا الظاهرة ديت بنير ميس افكت. وفي دراسة تانية اتعملت بعنوان دوبامين ريليس انفنتير سترياتوم اوف باثولوجيكال جامبلرز لوزنج ماني. افراز الدوبامين في دماغ اللي عندهم ادمان قمار لما بيجوا يخسروا فلوس. للباحثين لينت وزمايله، الدراسة دي لقت ايه بقى؟ ان مدمني المراهنات بيبقى عندهم افراز اعلى للدوبامين في النواة المتكئة، وده بقى بيخليهم يستمروا في المراهنات رغم الخسارة، وتفضل تلعب وتخسر وتلعب وهكذا. يعني باختصار، النواة المتكئة بتقولك اللعب حلو كمل، والانسولة بتقولك الخسارة دي مش خسارة، ده تقريبا فوز، وانت في النص بتخسر كل حاجة. كل يوم تلاقي جروب يطلع يقولك نظام مضمون 100%، تحليل رياضي احترافي، ما تخافش احنا معاك، وسكور الماتشات اللي بيتوقعوها دايما بتطلع صح. تقول لنفسك طب ما اجرب انا كمان. وهنا بقى تبدأ اللعبة الحقيقية. الموضوع مش مجرد ناس بتراهن وخلاص، دي صناعة كاملة قيمتها بالمليارات، ده في العالم كله. هتقولي طب ما الكازينوهات موجودة من زمان. هقولك بس دي بقى كازينوهات موجودة في جيبك. الجروبات دي بتبدأ معاك ازاي؟ بانك تجرب ببلاش، يقوموا مدينك كام ملطوش فتتوقع صح، تقوم داخل بقى في المود، تقوم فاتح لهم الحنفية. بعدين يجي يوم ما يعلم بالله ربنا ياخدوا كل اللي وراك واللي قدامك. بس بدل ما تتوقف بقى بتقول ايه؟ طب ما انا كسبت قبل كده، اكيد يعني الحظ هيرجع تاني. وهنا بقى الفخ، لانك بتتحول من شخص عادي لشخص مدمن مراهنات غير طبيعي ومن غير ما تحس. عارف بقى مين اللي دايما كسبان؟ شركات المراهنات نفسها. ارباح صناعة المراهنات دلوقتي وصلت ل 65 مليار دولار عالميا سنة 2023. يعني مش انت بس اللي بتراهن، ده الاقتصاد العالمي كله بيلعب بيك. فاكر اخر مرة لما راهنت على فريق وفاز في اول 10 دقايق قلت لنفسك الله ده انا عبقري في التوقعات، بس فجأة في الدقيقة 90 الفريق اللي انت راهنت عليه خسر، وحسيت ان الدنيا كلها اسودت في وشك. اللحظة دي اسمها وهم المؤامر، انك تفتكر انك عندك قدرة خارقة
تقدر تتوقع النتائج صح، بس في الحقيقة انت مجرد ضحية في نظام محسوب بالملي. يعني ببساطة اللي بيحصل معاك في الجروبات يا ريس دي لعبة مدروسة بعلم نفس ورياضيات وإحصاء، وانت مجرد رقم في المعادلة دي. المراهنات الرقمية أو القمار الرقمي بتضاعف احتمالية الإدمان مقارنة بالمراهنات العادية أو القمار العادي، لأنك أصلا مش محتاج تروح لكازينو، لا الفلوس بتطير من محفظتك بضغطة زرار. منظمة الصحة العالمية صنفت إدمان المراهنات كحالة اضطراب نفسي ده في سنة 2018، ووصفتها بأنها أخطر من إدمان الكحول، لأنها بتضربك في أهم حاجة وهو الأمل الزائف، فيك هوب. المراهنات بتخلق وهم انك ممكن تبقى غني بين يوم وليلة، لكن الحقيقة اللي انت ما تعرفهاش ان اللي بيكسبوا فلوس بجد هم اصحاب الشركات مش الافراد. المجتمعات اللي هي بتعتمد على المراهنات كمصدر دخل بتواجه انهيار اقتصادي بسبب الديون المرتفعة وزيادة معدلات الجريمة المرتبطة بالمراهنات. شوف مثلا ايطاليا اللي حاولت تحد من تأثير المراهنات والقمار، لأن نسبة المدمنين هناك زاد بشكل مخيف وحصل ارتفاع في حالات الإفلاس الشخصي. لكن وهي دي النقطة المهمة، كل ده مبني على إدمان الناس على ناس بتخسر بيوتها وحياتها وعلاقاتها علشان خاطر حلم مكسب مش مضمون. المراهنات مش مجرد لعبة حظ، دي صناعة بتتلاعب بعقلك وبفلوسك وبتشتغل على نقطة ضعفك النفسية علشان تفضل تدفع. فقبل ما تدخل في الدوامة ديت اللي مش بتنتهي، اسأل نفسك سؤال: هل أنا اللي بلعب ولا بيتلعب عليا؟ هل أنا اللي أنا بعمله ده صح ولا حرام؟